عمرك جربتي شعور انك تبقي واقفة في نص الصالة في بيتكم مستنية الكلمة اللي هتكسرك؟ اعتقد المشكلة مش في خناقة عابرة قد ما المشكلة لما يكون الانتقاد هو اللغة الرسمية للبيت. لما تبقي كل حركة بتعمليها، كل حاجة بتقوليها، كل خطوة بتاخديها، حتى ضحكتك اللي صوتها عالية هتبقى تحت الميكروسكوب وهيتم نقدك. يا مساء الخير، في بودكاست لك الساعة 7 مع نور كل تلات وخميس. الحلقة التالتة من مش لازم نتفق، اللي بنتكلم فيه عن مواضيع شائكة قد تتفقي أو تختلفي معايا، قد أكون عشتها أو ما عشتهاش بس أكيد شفتها. النقد اللاذع المستمر الذي لا ينقطع، خصوصا لما يجي من الأب والأم، بيبقى أثره كبير جدا، وأكتر من الحاجات اللي ممكن تيجي من ناس عادية جدا، لأن هو مش بيعدي على ودنك وبيروح عادي، ده بيتحفر جواكي وبيتحول مع الوقت لصوت داخلي بيفضل يأنبك ويقولك انتي مش كفاية، انتي فاشلة، عمرك ما هتعجبي حد. خصوصا بقى لو الكلام ده على شاكلة انتي مش عايزة تتجوزي ولا عايزة تخلفي ولا عارفة تنجحي في حاجة. فخلينا نقول قبل ازاي ما نتعامل مع الكلام ده، نقف وقفة صغيرة ونقول ان اهالينا مش اشرار، بس هما كمان ضحايا لتربية قاسية شافوهم وهم صغيرين، وفاكرين ان الجلد هو اللي بيصنع الشخص وان الخوف هو اللي بيجيب نتيجة. فاعتقد ان هما مش شايفينك وحشة، بس هما مش عارفين يحبوكي بالطريقة الصح. وقبل ما نقول احنا هنرد بان احنا نحاول نعرفهم ان المشكلة مش ان انا مش عايزة اتجوز، المشكلة ان ده حاجة بتاعت ربنا وان ده نصيب، او ان احنا لا انا بحاول انجح بس الموضوع محتاج وقت، ولا سواء انا عايزة خلفة او مش عايزة دي حاجة ترجع لي. فاكيد اكيد مش هي دي الطريقة ولا الردود اللي هنعملها عشان نتعامل مع المواقف دي او الكلام اللي اتقال لنا ده. الحل بيبدأ لما نبدأ نفصل رأيهم فيكي وبين حقيقتك. كلامهم بيعبر عن مخاوفهم هما، مش عن قيمتك انتي. اسمعي بهدوء خالص، بس احمي قلبك بوعي. يعني مش كل سهم هيترمي لازم تاخديه to the heart. ساعات الدرع الحقيقي هو انك تقولي لنفسك انا بحترمهم، بس انا عارفة انا مين ومش محتاجة validation منهم. محتاجة ان انتي توقفي محاولاتك المستميتة ان انتي تاخدي validation وان انتي تحاولي توريهم ان انا مش زي ما انتوا شايفيني. في علم النفس بيقولك ان الانتقاد الدائم من البارنتس بيخلق حاجة اسمها ناقد شرس او الناقد الداخلي الشرس، يعني severe inner critic. عشان تنجو نفسيا من التأثير ده، الدكاترة والأدباء بيحطوا الموضوع بأن أول طريقة تعمليها أن انتي تفصلي بين الشخص والسلوك. الأهل غالبا بيخلطوا بين حبهم ليكي وبين رغبتهم في السيطرة على تصرفاتك، أو هم شايفينك ازاي، أو حاسين انتي ممكن توصلي لإيه. فعلم النفس بيقولك ما تاخديش الكلام بشكل شخصي، يعني don't take it personally. انتقادهم ليكي مش معناه انك قليلة، معناه ان عندهم طريقة تعبير قد تعتبر مشوهة. تاني حاجة ان انت تحطي حدود نفسية psychological boundaries. يعني البر مش معناه انك تبقي زي السبونج تمتص كل طاقة سلبية. البر هو معاملة حسنة، طبعا في ايام بنعرف نعملها وفي ايام قد نخفق فيها، لكن من حقك تحمي مساحتك النفسية وما تدخليش في نقاشات عقيمة قد تنتهي بجلد الذات. فأعتقد لو انتي بتحاولي تسيكي الفاليديشن بتاعهم، ان انتي توقفي وان انتي تبصي في المراية وتقولي لنفسك بثقة ان انتي بتحترميهم، بس انتي مش قابلة الكلام ده على نفسك خالص. تفتكروا ايه الكلمة او الجملة اللي اتقالت لكم زمان وما نسيتوهاش لحد النهاردة؟ واتمنى ان تكون الحلقة دي ساعدتكم شوية ان انتوا توقفوا جلد الذات ده. لو وصلتي لحد هنا فشكرا جدا. ما تنسيش تعملي لايك وسبسكرايب عشان نتكلم اكتر مع بعض في بودكاست لاكي الساعة 7 مع نور كل تلات وخميس.